السلام عليكم، مرحبا بكم في ماتشين يوتيوب. اليوم ان شاء الله راح نديرو طاجين الزيتون بالكبسة والدجاج بالنسبة للأعريس والمطاعم، مع السر اللي يخلي لاصوص تجي عاقدة خاطرة وماهيش خفيفة. عندي حبة تاع طماطم تكون متوسطة، حبة تاع بصلة تكون متوسطة، فلفل حار دبشة ولا معدنوس. رابيو البصلة والطماطم مع بعضهم، ورابيت معاهم هذاك الفلفل صاير، هذا اللي يحب الحار بزاف. في لاكوكوط حطيت البصلة والطماطم والفلفل اللي رابيناهم. زدت لهم كويس تاع دجاج. دبشة ولا معدنوس، وتقدروا تزيدوا ورقة تاع رند، راس الفلفل الحار، 3 سنين ثوم رابي، لزيبيس عندي كزبر، راس الحانوت، فلفل أكحل، زنجبيل، كركم والملح. راني درت مغرفة صغيرة تاع القهوة من كل تابل. فلفل أكحل بارك درت نص مغرفة. زدت لهم 4 مغارف كبار تاع قليوهم بها ماكسيموم 10 مينيت على النار تكون هادية. زدت لها 3 حبات تاع زرودية اللي كنت مقطعة طرونشيات. رطل تاع زيتون اخضر غليته مرتين ونحيت له الملوحة اللي فيه. راح نخليهم يتقليو 3 دقائق هكذاك وباش نمرقوهم. مرقتهم بالماء الدافي حتى يتغطى لي الدجاج والزيتون، على بالكم بلي الزيتون ما يشربش بزاف. بعد ما غليت سكرت عليها 20 دقيقة ونحل عليهم. عندي 200 غرام تاع فيون داشي، زدت لها سنة تاع ثوم رابي، شوية تاع ملح وشوية فلفل أكحل. دبشة مقطعة، تحبوا ديروا مغرفة كبيرة تاع شابليغ ولا نديروا هذاك الدقاق اللي يطيح من الفريك كي نصيروه. على بالكم باللي المرقة تاع الزيتون مش راح تجينا عاقدة بزاف، دونك انا بعد ما درت البيونداشي تاعي بوليت راح نرمدهم في الفرينة. هذه لاستيوس اللي راح تخلينا المرقة من بعد تجي عاقدة وخضرة وتجي بزاف بنينة، يعني راح تجي كلي معسلة. جيت ما طابت راح نزيد هذوك البولات اللي رمدناهم في الفرينة، كما شفتوا بلي لاصوص لهنا مازالت مش عاقده. كويس تاع الدجاج راح ندهنو بشويه تاع زبده، ندخلو للفرن نشعلو نعطيه تحميره باهيه. هاي لاصوص لهنا بعد ما خضرت ولات عاقده باهيه تهبل.
هذه الوصفة تاعنا اليوم اللي كانت زيتون بالكفتة والدجاج بالبنة تاع الأعراس والمطاعم مع لاستوس اللي تخلي لاصوص تاعنا تجي عقدة بنينة خاطرة وبزاف هايلة، توجور بنتها مش نورمال ومش راح تستغني عليها مرة، يعني تصلح كطبق رئيسي في شهر رمضان المبارك. توجور لكن عجبتكم لاشين نتاعي ما تنساوش تخليو لي جيم، تابونيو، تبارطاجيو مع الحبايب ولا فامي، وتكليكيو زر الجرس باش ما تراطيو حتى حاجه جديده. بارك الله فيكم.